والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتك الباقي يا أخوي، حياتك الباقي. بقول لك، هو المرحوم مات ازاي؟ ابدا والله يا اخي، هو الموضوع بدأ بدور برد يعني. اللسان ضعيف، ممكن يموت من دور برد. لا هو ما ماتش من البرد، هو بس الموضوع انه تخيل اول مرة يخش صيدلية في حياته يسأل على دواء البرد، يلاقي الأدوية شحة لا الحظ النحس. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقضاها عارف بقى، عصير ليمون على عصير برتقال، جاله السكر من كتر العصير اللي شربه، كان بيحبوا سكر زيادة يعني. بس هو ما حدش بيموت من السكر. لا ما هو ما ماتش من السكر، لأنه هو بس راح الصيدلية تاني يسأل على أدوية السكر وبتاع، عرف إن هي شحة، ولما عرف ثمنها برضه حالته النفسية اتأثرت قوي، لأنه الراجل هيقضي حياته بقى ما بين لا حول ولا قوة. والله بقى اتأثر يعني، الموضوع أثر عليه لدرجة إنه بقى ماشي يكلم نفسه أنا عندي السكر عندي السكر عندي السكر. سمعوه بتوع مباحث التموين قفشوا فيه، خدوه على الاسم بقى، وديت السكر فين، جبته منين، شمال يمين، المهم عدم وأمه العافية. هو مات في الاسم؟ ماتش في الاسم، خرج عرفوا الحكاية يعني، فهموا إنه راجل كبير وبتاع، خرجوه بس خرج مش شايف بقى، متدمر لدرجة إنه عارف في مرة كده من كتر ما هو مهزوز بيحط الفيشة فيشة إشعاع موبايل عادي يعني، بيحطها في الكهرباء، ماسكة في الكهرباء 3 ساعات. هو مات من الكهرباء؟ لا ما ماتش، أنقذوه في آخر لحظة، بس يعني إيه برضه أثرت على اتزانه وبقى عنده مشكلة كده، مجموعة من المشاكل ربنا يعفو عنك. حالته بقى لما ساءت قوي، كان عنده لتر بنزين جايبه بالساعة دلقوا على نفسه، ولع في نفسه. والله ولع في نفسه، ما تكافر. لا ما هو ما ماتش برضه، لحقوه الحمد لله يعني، خدوه على المستشفى وبتاع وتمام يعني، رجع البيت في وقتها. ما ماتش. ما مات ازاي؟ فاكر انت الشهر اللي اتكهرب فيه؟ جات له بقى فاتورة الكهرباء، بص في الفاتورة كده شاف الرقم ما استحملش، رد سكت. قال قول لي، هو انت تهرب ايه للمرحوم؟ يا عم ولا اعرف والله، ده انا مأجر صالة بيتي كده دار مناسبات عشان ظروف المعيشة. والله اي مناسبة كارت حزينة تحت امرك يعني. حلو